نعم مات، هذه الكلمة ستقال عني وعنك في يوم من الأيام، لكن السؤال أخي الغالي أختي الغالية، ما هو الأثر اللي راح تتركه بعد موتك؟ الدنيا هذه قصيرة يا جماعة، بلحظة واحدة تخرج من هذه الدنيا، لكن وش أعدت للدار الآخرة؟ الكيس والفطن اللي يعمل لما بعد الموت. رسالة إلى من ترك الصلوات، رسالة إلى من يجمع الصلوات، رسالة إلى من ينام عن الصلوات. والله سوف يأتي يوم من الأيام ويكون هذا مكاني ومكانك. رسالة إلى أصحاب الشهوات والأغاني والمنكرات والمغازلات والمعاكسات. ماذا تقول لله جل وعلا لما تكون وتعيش أول ليلة في القبر؟ شوف، يحفر قبور يوميا، يوميا يحفر قبور. فالله المستعان، الله المستعان، والله يعين على أول ليلة في القبر. رسالة إلى كل عاق، إلى كل من عق في والديه، رسالة إلى كل من قطع صلة الرحم. والله الذي لا إله إلا هو إن الدنيا هذه ما تسوى، نهايتنا يا جماعة ترى القبور. رسالة لمشاهير، مشاهير اليوتيوب والسناب والإنستغرام والتويتر، والله الذي لا إله إلا هو هذا مكانك، راح تحاسب عن كل مقطع وعن كل موسيقى. لا تغرك شهرتك والناس يطبلوا لك صفقون لك، والله في القبر راح تكون وحيد، والله ما عندك متابع واحد ولا ينفعك متابع واحد. فلا تنشر السيء والقبيح، فوالله في القبر سوف تندم أشد الندم وتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلمني شاب من الشباب والله الذي لا إله إلا هو، قال لي شيخ أنا ولد عمي مات عمره 18 سنة في حادث وحسابه بالإنستغرام كله مقاطع إباحية، هل يجيه إثم؟ قلت نعم يأتيه الإثم، تصب عليه السيئات هو في قبره، فلا إله إلا الله. يقول مات ومات معه الرقم السري. فيا جماعة لا تنشر إلا كل ما يسرك أن تلقاه يوم القيامة. فلا تغرك شهرتك، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، يرجع الأهل ويرجع المال ولا يبقى معك إلا العمل. فالله الله بالعمل، الله الله بالعمل. تفتخر مليون متابع و500 ألف متابع، والله في القبر، والله في القبر ما ينفعك إلا عملك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أشد ما تكون في القبر وأحوج ما تحتاج إلى الله جل وعلا وأنت في القبر، فتعرف عليه وأنت حي. يا الله كم من أناس الآن تحت القبور، إما قبورهم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فكيف يكون حالي وحالك؟ والله لو استطاعوا الكلام لقالوا وتزودوا فإن خير زاد التقوى، لأنهم رأوا في القبور أن ما نفعهم الله إلا العمل الصالح. فلا إله إلا الله. هل اللي تشوفهم هذول ترى أحوج ما يحتاجون الآن الحسنة؟ إي والله، لكن صدق ربي لما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أنت الآن في دار المهلة، في دار العمل، بادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه نهايتنا يا جماعة، هذه نهايتنا. يا متكبر، يا متغطرس، يا ظالم، يا من تنشر القبيح والسيء، هذا مكانك. وش أعدت لهذا المكان؟ والله العظيم يا تارك الصلوات راح يضيق عليك القبر، هذا القبر لا يغرك، والله راح يضيق عليك حتى تختلف أضلاعك فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. هنيئا لك يا من استقمت، يا من تبت، يا من تنشر الخير. والله إن هذا القبر لا يغرك الضيق، والله راح يكون لك مد البصر وتفتح لك فتحة من الجنة. أبشر أيها التائب إن هذا القبر راح يكون لك روضة من رياض الجنة، وتقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنك رأيت مكانك في الجنة. تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. كم من بينهم الآن احنا نظنه مسكين ترك الدنيا، لا، هو الآن انتقل إلى دار أحلى من هذه الدار، إلى جنات النعيم. نعم، بشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. خلاص سعد سعادة لا شقاء بعدها، ورأى مكانه في الجنة. القبر أول منازل الآخرة، فإن كان شديد فما بعده أشد، وإن كان يسير فما بعده أيسر. فالله الله بالتوبة والعمل. انسى الماضي كله،
انسى الماضي كله مهما عملت مهما فعلت من ذنوب، وابدأ حياة جديدة وصفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، التوبة والرجوع له. فالله يفرح بتوبة التائب.